بسم الله. ازيكم؟ لما بدأت أشتغل وأعرف الجنيه بيجي ازاي، عرفت وقتها قيمة بابا كويس. أحيانا زي أي بيت كانت بتيجي عليه أيام والفلوس فيها تقل، فكنت بلاحظ بابا في الأيام دي خلقه ضيق وعصبي، فكنت بروح لماما وأقول لها وبابا عامل نكد ليه في البيت، من غير ما أفهم إن يمكن في اليوم ده كان عنده التزامات مش قادر يغطيها، أو فاتورة جاية وهو لسه مقبض، أو يمكن بيحاول يخبي همه بس مش قادر. ما كناش فاهمين لا أنا ولا أخويا إنه يمكن كان في حرب مع نفسه. ولحد ما اشتغلت وفي يوم اتأخر مرتبي شوية، حسيت وقتها إن خلقي ضيق وما كنتش طايقة أكلم حد، حسيت قد إيه الموضوع صعب. قعدت بيني وبين نفسي وفكرت، قلت يعني أنا مش شايلة مسؤولية غير مسؤولية نفسي، لا عندي أولاد ولا غير، أمال بابا يعمل إيه اللي شايل مسؤولية بيت كامل فوق كتافه؟ مصاريف، مدارس، لبس، أكل، علاج، وطلبات ماما وطلباتنا اللي ما بتخلص. ومع ذلك كان يصحى كل يوم الصبح يلبس ويخرج ويرجع يحاول يضحك ويهزر كأنه ما كانش شايل جبل فوق ظهره. النهارده وأنا في شغلي كل ما أحس بالتعب من شوية ضغط أو مسؤولية أفتكر إن بابا شال أضعاف اللي أنا شايفاه. بابا الشخص اللي ممكن ما يقولش أنا تعبان، لكن تعبه باين في تجاعيد وشه وفي شعره اللي شاب بدري وفي ظهره اللي انحنى بدري. فضل بابا علينا مش بس في الفلوس اللي بيجيبها، في كل مرة كان بيتضايق من همه وإحنا نفتكره نكد، وهو في الحقيقة كان خايف نحس بأي شيء ناقصنا. بابا على فكرة كبير في السن وبيني وبينه أجيال، يعني أحيانا كتير مش بنفهم بعض، وأحيانا مش بيكون فاهم أنا بعمل إيه وإيه لازمة اللي بعمله، لكن عمره ما حاول يقلل من اللي أنا بعمله. بالعكس كان بيشجعني حتى وهو مش فاهم وجهة نظري، يعني زي حوار إن أعمل فيديوهات وأصنع محتوى هو مش فاهم إيه لازمتها، لكن دعمني جدا، اختار معايا ديكور الأوضة. وهو على فكرة ما يعرفش إن أنا بعمل فيديو ده مخصوص علشانه، هو يتفاجئ زيه زيكم. فحابة أقولك أنا بحبك أوي يا بابا، يمكن ما قلتهاش ليك بقالي كتير، يمكن كسوف، يمكن ما بعرفش أعبر قدامك، بس كل اللي عايزة أعرفهولك إن الحياة عرفتني قيمتك كويس. أي حد عنده أب حافظ عليه ويشيله فوق راسه، وأي حد باباه متوفي يدعيله دايما بالرحمة وما ينساوش من دعواته. ربنا يرحم أبهاتنا جميعا. أبي أنت ورد يفوح العطور وحسن يباهي جميع البذور، فأنت الضياء في الفؤاد ونور.